إذا جينا نبي نعزيه يقول الموت ما شفنا، ولدنا حي ونفخر فيه، ولدنا فوق عند الله، وعدنا والوعد نوفيه، ترابك يا وطن مغلاه، علم كل فوقنا نعليه، ويرخص كل شي يدنا. زين انت شو بتسوي الحين؟ تستهبل يا اخي، اليوم مستني من زمان انا اصلا. يعني بتسوي اللي قالك عليه حسن صح؟ بالضبط ايوه، لكن يا اخي الزول ده تليفونه مغلق له فتره، انا ما اعرف الاقي وين. يا اخي يمكن بدل رقمه، ضيع تليفونه، روح للبيت. طيب ما هنا المشكله برضه، نقلوا من بيته. ايوه ما اعرف الاقي الحين. ما اعرف الاقي وين. شوفوا تحدون يوم انسجنت قبل 6 شهور طيش تهور يوم تطلعني. ايوه انا شفت حسن هنا الصراحه في السجن. ليه ما تكلم من بدري طيب؟ يا اخي لحظه شوي، الرجال حلفني. تستهبل انت والله ولا الرجال تستعبط؟ حلفني وقال لي دخيلك، وحلفني قال لي لا تخبر لا زايد ولا من هذاك اللي يعمل شنو هنا؟ ديون، قال لنا عليه ديون والبنك رفع عليه قضيه او شيء جديد. الصراحه انا شفته من هذاك الوقت ما اعرفه طلع، بس اتوقع انه ما طلع لان سالفه الديون تطول بسنين الصراحه. طول وين؟ ما اعرف. حسن ليه ما قلت لي انك مسجون؟ ما عليه، اركب انا اوديك البيت وبعدين يصير خير. اوكي حسن؟ اوكي انزل غير، نحن منتظرينك. يلا زين. اوكي حسن استنى. مالك يا حسن، في شنو؟ يا اخي حرشتني مع الشباب نمر، كيف تبغاني اطالع في وجوههم الحين؟ يا اخي صدقني الشباب دول والله شباب خير، اول ما عرفوا انك محتاج وشهاب كلمنا على طول جيناك والله. انا قلت له ما يكلمكم يا اخي. يا اخي صدقني كلمنا عشان كنا محتاجينك ضروري. اسمع الكلام، هدي الموضوع، والله اصحاب ما خلقوهم الا عشان يقفوا مع بعض ويكونوا العكاز اللي بتسند عليهم. يلا خش غير تعال. كان باين عليه وايد خايف. هي مسكين الله يعينه، وان شاء الله انه يجيب لنا كل شيء. بنشوف الحل مالك. انا يا خوف يكون عنده نسخة ثانية عسى يضمن عمره. يا ريال اموره طيبه ما عليك، وبتمشي ان شاء الله على خير، والله بيعديها ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا زايد. يا حسن ما بينا لك الخير، والحين جات الفرصة ان نعلم مدير ومديرك ونخليهم بنفس الموقف اللي انا وياك طحنا فيه. تتذكر اليوم اللي انا قلت لك احتاج لك فيه ولما اقدم استقالتي؟ اليوم ده بعد بكره. ضفنا الفاتوره دي على الفاتوره ديك وطلع المبلغ الضايع. تعال وين صاير؟ لا تنسى حضرة جنابك ان باتر اخر يوم من يوم المهله. اوكي متذكر ما ناسي، لكن بس الزول ده انا اعرف الزول ده في 24 ساعه قاعد عندك. انت ما يخصك، سوي اللي قالوا لك عليه وبس. معلش حقك علي. معليش حبيبي حقك علي، معليش. الو هلا نمر، الحين يك شركة؟ خلاص يلا جايينك، بتصل على الحسن وجايينك الحين. انتظر لا تسوي شيء. ها يلا مع السلامة. عندك هذه نسبة ارباحنا السنة اللي فاتت
خوفني انك نسبة ارباحنا السنة هاي. الو، هلا حسن، اقول لك تجهز 5 دقائق بكون عندك. بنروح الشركة عند نمر. ايوه بالضبط، يلا 5 دقائق بكون عندك. مع السلامة. يعني ايش هالزحمة هذه اللي ما صارت الا الحين؟ انا عرفت انك انت انسان عادي وراح تجيب لي فلوس، حسبك ما تدخل نفسك في امور انت نفسك في غنى عنها. شو فيك حسن؟ والله العظيم انا جاي بس الدرب زحمة. يا اخي الدرب زحمة، شو اسوي يعني؟ خلك برا وانا جاي لك. يلا ما نبى نتاخر على نمر. مع السلامة. لان وضعك راح يكون حرج لو ما جبت، ويمكن تتعطل في وايد امور، بس طلعت انسان شاطر وتفهم في الامور. ايش تسوي؟ رد الفلاش مكانه. صدقني لو طلعت من هالباب راح تندم. كل واحد فينا حيجيه يوم يتحاسب على اللي عمله، سواء كان في الدنيا ولا الآخرة. لكن الحساب يا رب العباد. انتوا الاثنين نصبتوا وسرقتوا حق ناس. كل اللي بقدر اعمله هسه اني انا انصحكم. يا ريال خلنا صاحك لك ورد الملف والفلاش الحين. والله العظيم اذا ما رديته راح تصير لك امور انت نفسك في غنى عنها. يا اخي انت ما تعتبر؟ انا على بالي تتعلم من اخطائك، لكن الفساد يمشي بدمك. قد ما حاولت اني انسى الموضوع ترد تغلط نفس الغلط اللي غلطته، ومشغلين الرجال عشان تبتزونه وتطلعون منه المعلومات. لما نبدا على فكره فيه يعني ورقه استقالتي، بس لو تقدر يعني تفضل وقع هنا. شاطر؟ ايوه هنا. يلا بسرعه. ايوه بارك الله فيك. سلام. حاولوا انكم تصلحون اغلاطكم. ها؟ الحمد لله يا اخي. عملنا شر شويه لكن لا يستاهلون. والله يستاهل. والله يستاهلون. ان شاء الله يتعلموا. ثواني بيك. ها طيب ما لك شلون افتح له؟ زي فلوس، يبي فلوس يا طيب افتح له. ما عندي فلوس. طيب شو طيب ما عندي فلوس؟ كيف نو ماني حبيبي؟ كذا شوف. يا اخي شو يا اخي انت ثور؟ ما عندي فلوس كيف اعطيك؟ صعب علي يا اخي. خلاص طيب خلص حكوا لي يا رجال. خلي ولي. الله يكون شكلك ضحك. الله يخرب بيته يا ريال، ذل بني ادم كل يوم يتصل بي. والله كل يوم يتصل. بعدين تعال صح كيف عرف بيتنا؟ والله انا ستي ما عارف يا اخي. اسمع يا اخي ما قلت لي خططك شنو هسه للمستقبل؟ والله يا نمر اكل وشرب ونوم بس. اكل مرع وقله صنعه. سمعت بالمثل هذا ولا؟ سمعت. ها؟ عاجبني المثل اللي عندك والله. اي والله. هذا حال الدنيا وانا اخوك. طيب 200 حتقدر ترجع للناس القروش؟ والله ان شاء الله متى تيسر الحال برد لها فلوس. طيب بس انت قلت ما عجبك اي شغل أنا ولا حتعمل اي حاجه. زين مش ناوي اشتغل اصلا، خلاص مليت من الشغل. طيب انا عندي لك مشروع. اللي هو مشروعنا احنا؟ ايه مشروعكم؟ ايوه عندنا مشروع ايه بتاع محل زين السيارات. اوكي زين. حنفتح فرع ثاني. تمام حلو. الفرع الثاني ده المفروض انا امسكه براي. وصراحه شغل الحسابات اللي فيه صراحه شغل ضغط رهيب. وصراحه محتاج واحد معي. زين. رايك شنو؟ تبغاني اشتغل وياك يعني؟ ايوه حبيبي طلعني من هالمواضيع. ليه؟ ما ابغى اشتغل في شغل محاسبه، ما ابغى اشتغل ابدا. طلعني ليه من طيب؟ المواضيع. ليه؟ يا اخي ما ابغى اشتغل يا اخي. فكنا من شغل المحاسبه يا اخي. انا ما ابغى اشتغل. ليه طيب؟ اديني سبب. بس ما عندي سبب. شغل محاسبه ما ابي اشتغل. ولا 200 حتكون كذا يا اخي فكر من هالموضوع. 200 حترجع للناس قروشها يا اخي. ما برجعها بعدين، انا بتصرف في الموضوع. بس شغل محاسب ما ابي. يا اخي لا تجيب جول يا اخي،
خلني افوز بعطيه 500. ما يصير يا اخي يلعب. شو اللي ما يصير لعب اخوك العود؟ خلني افوز. دائما تفوز علي انا. لازم تفوز، الكبير دائما يفوز، الصغير ما يفوز. لحظة. الو هلا زايد، في البيت قاعد العب سوني مع اخوي. خلاص بخلص سوني وبروح الصناعية. لا ما بتأخر الحين، عطني شوي وبطلع. لا ما عليك، خلاص مو مشكلة، خلني بخلص وبروح. بتصل بك انا ومحرك. يلا كمل انا هزمك واروح. كانت جول. ها نمر تعال شوي تعال. الحمد لله خلصنا فواتير المحل الجديد ونبغى نفتحه، بس مثل ما انت شايف ما عندنا حد. ما يبغى حد واحد منا يمسك المحل الجديد. تتمسخر شاب ولا تتمسخر؟ يعني انت مو بشايف ان نحن مضغوطين في هالمحل وثلاثتنا مو بقادرين نديره؟ نطرش واحد هناك. يا اخي الشغل ضغط رهيب يا اخي. والله ضغط، وهذا يقول لي نبغى افتح المحل الجديد، يقول لي طرش ثالث هناك. لا ما مستحيل واحد يمسك المحل بلا. شو الحل؟ والله في حل واحد اللي هو نجيب واحد رابع، 2 يمسكوا المحل ذاك 2 يمسكوا المحل ده. المشكلة يا نمر ان انا ما بدخل طرف رابع بيني، بخلي الموضوع بيني بس. والله ده الحل الوحيد، ولا نخلي فكرة الفرع الثاني صراحة. لا ما اقول لك انا مخلص فواتير الفرع الثاني، تقول لي خليه دافع فلوس انا. طيب معناه ارضى بالحل اللي بقول لك هسه. شو حلك؟ عطني اياه. في واحد افضاله كثير عليه والله، وانت عارف الزول ده وتعامل معانا. منو؟ طلع راجل. منو تقصد؟ حسن؟ فكر فيها صح. حسن زول عنده خبرة في المحاسبة، ووقف معانا أكثر من موقف صراحة، وموقف رجال صراحة. يعني أنت تثق فيه إني أنا أسلمه محل جديد؟ أنا ما بقول لك كذا، بقول لك إنه ممكن نكسب من خبرته، واحد فينا بيكون معه. أنا وهو بنمسك المحل ده. يعني وأنت وشاب. أيوه. والله ما أعرف شو أقول لك. فكر فيها صح. أبد ما توقعت إنهم يسوون فينا شي، الله ياخذهم. بس أنا الحين طحت فيها ولازم أتحمل النتائج، الله يستر. بس كيف سووها فينا؟ كيف؟ سلامات عسى ما شط. الله يسلمك. شو اللي صار؟ مسوي حادث انت. تباني اساعدك اطلعك اتصع الاسعاف؟ ريلي ما اقدر احركها. احسن تصع الاسعاف. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام. والله الحمد لله بخير. شوف انتم واقفين هني. لا حياكم الله. تفضل انتم واقفين. تفضل. سير. لا والله يمين. اول امر. والله سموحة منكم يا شباب، ما اعرف ايش اقول لكم، بس حياكم الله ويا مرحبا بكم زود. ما بقصور يا حسن. الله يحييك. المهم ما علينا، نحن صراحة جايينك موضوع. نحن فتحنا فرع جديد في الصناعية، نبى واحد يمسك الفرع معانا. نمر بيكون يمسكه، لكن يحتاج واحد يساعده. مثل ما تعرف ما حصلنا غيرك انت تمسك الموضوع. انا؟ اي نعم انت. اسمعني يا حسن، نحن ما جيناك وبدون نمر، عسب ما تقول ان الموضوع من نمر جاي هذا. نحن نعرفك انك رجال كفو ومواقفك ويا نمر تشهد لك، ونباك تمسك ويا نمر هالمشروع. واذا كنت موافق ترى باكر الصبح انا وشهاب موجودين في المحل. حياك الله في اي وقت، واذا وافقت بلغني. ما عليك، انت فكر عدل في الموضوع، تريا ردك، فكر على راحتك، ونحن مثل ما قال زايد موجودين في المحل. من تخلص تعال المحل. خذ راحتك وفكر، ولا تعطينا الحين الموافقة. صحيح.
يلا نترخص زايد نحن. يسموها على القصور يا لا شباب. منك صور خلنا يلا بدل ما انا بسيط. يلا طيار طيار. الو، هلا استاذ محمود، كيف الحال؟ الله يعافيك. الله يسلمك. لا يا ريال، حادث سيارة. الحمد لله الحمد لله على كل حال. علومك انت. الله يعافيك. زين، انت تفكر الموضوع سهل يا محمود. بدينا في المشروع، ما يصير نلغي العقد. كيف نزين؟ كيف نرجع البندين؟ وكيف نرجع الحقوق لاصحابها؟ انا تبغيني انا اسير اعتذر لزايد؟ مستحيل. اذا تبغي تصير تعتذر سير انت بروحك، انا ما بسير. واسمح لي، مع السلامة. اسمعني انا ابغاك تفهم حسن ان الفواتير لازم يحسبها يوميا، مو بيخليها يوم بعد يوم. سامع حسن؟ سامع؟ سامع اكيد سامع. زين، يحسب لي الفواتير كل يوم ويحط لي اياها في ملف. اليوم مثلا تاريخ 9 يحط لي فواتير تاريخ 9، باكر تاريخ يحط لي اياها، يعني مو كل يومين فواتير. زين زايد ليش تكلمه؟ كلمني انا عندها. زين ما علي، ترى هو لانه ما شاء الله عليه ريال محاسب، وعندي في المحل الثاني ما علي بيفهم. يلا زين حلو. اوكي خلاص بيجي انا بروح المحل الثاني بشوف شاب شو مسوي هناك شو يلا زين. وبيكم ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. مع السلامة بص. يلا دعت الله. حياك الله. ياك اقعد شاب. ها زايد، شو يابك هنا؟ انا توني ساير عندك المحل. روح زي المحل، انا جيتني اشوفكم. خلاص انا بسير هناك، عندي شغله فبرد لكم هني. خلاص برايك روح. يلا سوي هذا ترتيب. السلام عليكم. عليكم السلام كيف ورحمة. الحال؟ خير حالك؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. حسن موجود؟ اي نعم حسن موجود. منو الرياض؟ محمود منو محمود؟ مديرة في شركة ايزون. ايوه حسن واشر، شو اللي يبن؟ في موضوع حاب اناقشه وياك. في موضوع. اي نعم. حياك تفضل. كان فضلك. تفضل. سير. نقول تعملها شنو؟ أول ما تخلصها تقطع من الملف، تكتب وتحطها في الملف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدنا محمود، شو اخبارك؟ سلام. صحة مرحبا. سريع تفضل سعد. أنا أدري إنكم مستغربين جدي، بس كل اللي وصلني لهالمرحلة النهائية عندكم إني أبغاكم تسامحوني. شو ما سوينا في الدنيا صغيرة، وتتعلم اليوم باكر اللي بعده مصيرك تتعلم من غلطك، وأنا غلطت في حقكم أنتوا الاثنين. كل اللي أتمناه رضا الله ثم أنكم تسامحوني، لأن اللي سويته في حقكم مش شوي. أنا غلطان وكلي ندم وأسف، وبالأخص لك أنت يا حسن ولك بالمثل يا نمر. أنا غلطت في حقكم
وأتمنى أنكم تسامحون. مسموح عفا عليك يا أستاذ وبالحل، ويا حياك الله هذا محلك ومرحبا بك مليون في أي وقت، وأنا أحترمك وأقدرك وأوجبك لأن أنت كنت في يوم من الأيام مديري وأنا تعلمت منك أشياء وايد، فحياك الله ويا مرحبا وبالحل. وأنت يا نمر مسامحينك. جزاكم الله خير. يجزينا ويجزيك إن شاء الله. شو عشان الفلاش؟ الفلاش فرق طيب. هذا الفلاش وخله وياك. مشكورين جزاكم الله خير. العفو يا مرحبا. العذر والسموحة منكم. عفا عليك بالحل. الله يا مرحبا. تمام شيء. تسلم طول عمرك. حياك الله. يا أخي شو دقت فلاش؟ أنا غبي منون أنا. هذا شو؟ صير أجيب الأموال ده. عريسنا سار قطع الرحى عديله هوي هلا في الساحة وعرض عديله هوي هلا في الساحة وعرض عريسنا سار قطع الرحى عديله هوي هلا في الساحة وعرض عديله هوي هلا في الساحة وعرض غنوا ليك يا ود أبوك حنانوك انت واخوك وخروك ما يزحلوك والعقبة للناس اللي بيجوك عريسنا سار هلا في الساحة وعرض ألف مبروك يا حشاي عافي ليك أنا يا جناي يا ولادي ويا ضناي بشيلك أنا ودي بشوفك وانا عيد المودة لو بتسمح ظروف لو بتسمح ظروفك الطلب لا ترده ودي بشوفك ودي بشوفك وانا عيد المودة لو بتسمح ظروف لو بتسمح ظروفك الطلب لا ترده ودي بشوفك حركتني ضيوفك صوب شط المودة سج فكري واشوفك بين جزرة ومدة حكاية في خيال كثير إذا شفنا نجاح كبير نقول الحظ ساعدهم ونتغاضى عن التفكير. هل الفرصة تجيب الحظ أو انها بس تجي للبعض؟ ترى التوفيق لها سبب تحرك لا ودق الباب تشوف بعينك التغيير.
يلا قوم كفاية نوم، يلا قوم كفاية نوم، لا تصدق عذارك وابدأ اليوم. كل الناس تشكي ظروف غير المشكلة ما تشوف، القى حل وخلك غير وابدأ اليوم. يلا قوم كفاية نوم، يلا قوم كفاية نوم، لا تصدق عذارك وابدأ اليوم. كل الناس تشكي ظروف غير المشكلة ما تشوف، القى حل وخلك غير وابدأ اليوم. ما عندي لك أسرار، درب النجاح مكشوف، تبدأ تتعثر تتعلم وتعيش الاستمرار. المسألة إصرار، شوقك لأهدافك نار، تخيلها كل لحظة وكل اللي في بالك صار. اتذكر انك أكبر من أعذارك والتبرير، أكبر حتى لو قالوا انك على هالحلم صغير. خل ردك يشرح حالك، خلنا نشوفه بأفعالك، بحلم على قد عقلي أنا عقل كبير. يلا قوم كفاية نوم، يلا قوم كفاية نوم، لا تصدق عذارك وابدأ اليوم. كل الناس تشكي ظروف غير المشكلة ما تشوف، القى حل وخلك غير وابدأ اليوم. تتمسخر على ضحكتي شو؟ بحكي هاي ضحكة اذنك معك تفضل. وجودك والعدم واحد. لا امزح. الله يخليها الجماعة الطيبة. هلا احنا ما ناسي الموضوع المليونين. صحيح. من وين جبتهم؟ من وين؟ جزاكم الله خير. انا نسيت الموضوع. احنا ما نسينا، ورينا. يلا المهم دامنا فتحنا المشروع وربك وفقنا والحمد لله. اسمعني ما نبغى مقدمات. من وين؟ ان شاء الله. اسمعني. نص المبلغ من الدوام اللي كنت اداومه ومن استحقاتي والفلوس اللي جمعتها. حلو. نص المبلغ الثاني يا نمر ابوي الله يحفظه ويطول بعمره يجمع املاكه علي وعلى اخواني، وانا بعت املاكي عشان يجمع باقي المبلغ. وهذه قصة المبلغ. بعت املاكك عشان المشروع؟ بعت املاكي عشان يجمع المبلغ اللي باقي، وانا الصراحة ما كنت بخبركم، لاني لو قلت لكم من وين جاي بالفلوس ما بتدخلون وياي المشروع، صح ولا لا؟ والحين الحمد لله فتحنا المشروع وربك وفقنا. بس احمد ربك ان المشروع نجح وقدرت ترجع القروش. الحمد لله الحمد لله. مرة طيبة. المهم يلا قوم انت بعد قوم. يلا خلنا نروح. وين؟ يلا قوم. يلا قوم كفاية نوم، يلا قوم كفاية نوم، لا تصدق عذارك وابدأ اليوم.